ومن أشهر أصحاب مولانا أبي مهدي بن جلداس رضي الله عنه العارف بالله الكبير أبو محمد تلجي أو تيلكي، ومعناه الصبح، بن موسى الدغوغي، يقول عنه التادلي، وهو من كبار المشايخ من أهل بلد بني دغوغ من دكالة، وبه مات عام 6500 وقد عمر 120 سنة، وكان واعظا برباط شاكر في وقت لا يصعد منبر جامع شاكر إلا الآحاد. قال رضي الله عنه: كنت أعظ الناس على منبر شاكر وأغطي بطرف برنوس أبا مهدي، يعني ابن جلداس، من البرد. وذكر قدس الله سره أنه سأل مولانا أبا مهدي قائلا: سمعت المريدين يتحدثون عنك بالعجائب، فطأطأ رأسه حياء، فقلت له: أما تخاف من السلطان إذا بلغه ما يذكر عنك؟ فرفع إلي رأسه وقال لي: ما ينبغي أن يخاف إلا من الله تعالى. فقمت إليه وقبلت رأسه وانصرفت عنه. وصحب مولانا أبا مهدي رضي الله عنه العارف الفقيه المدرس مولانا أبو علي يغمور بن خالد اليرسجي، وكان مدرسا للفقه، ذكره التادلي في التشوف، وكذا صاحب كتاب مفاخر البربر. ويغمور أو إغمور تعني الفحل. كان رضي الله عنه تلميذا لأبي عبد الله محمد ياسين الفقيه. ومن تلامذة مولانا أبي مهدي أبو يحيى أبو بكر بن عبد الله، وكان من عباد الله الصالحين ومن المترجمين في التشوف. الأمر الذي يميز سيدي موسى بن عمران وسيدي تيلجي وسيدي بو مهدي وغيرهم من أولياء الذين عاصروهم في دكالة أو في المغرب بشكل عام، هم أنهم من شيوخ الرباطات الأولى التي ظهرت في المغرب والتي تطورت وتكاثرت خصوصا في دكالة بفعل عامل أساسي، هو أن هؤلاء الصوفية كانوا على مذهب أهل السنة، ولذلك نشطوا في حرب ما يسمى بالإمارة البرغواطية التي تبنت المذهب الخارجي، وقيل غير المذهب الخارجي، لكن أهل الربط شاركوا إلى جانب السلطات المغربية المرابطية والموحدية وغيرهم في محاربة النحلة البرغواطية. لذلك نشطت هذه الربط وكثرت واهتمت إلى جانب الحرب على البرغواطيين بالتعليم أيضا وبالتربية الصوفية، ولذلك خلفتهم ربط أخرى عديدة جدا. قال الإمام مولانا سفيان الثوري رضي الله عنه: إن لم نكن صالحين فإنا نحب الصالحين. وقال بعض العارفين: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. والمذكورون رضي الله عنهم من أمثال مولانا أبي مهدي ومولانا أبي محمد تلجي ومولانا أبي علي يغمور وغيرهم رضي الله عنهم من أئمة الصالحين بالمغرب وساداتهم قدس الله أسرارهم، بذكرهم تتنزل الرحمات. قال الإمام مولانا أبو حامد الغزالي رضوان الله عليه: وإذا تعذرت رؤيتهم ومصاحبتهم فلا شيء أنفع للقلوب والنفس من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم. ما زلت مذ سكنوا قلبي أصون لهم لحظي وسمعي ونطقي إذ هم أنسي. حلوا الفؤاد فما أندى ولو وطئوا صخرا لجاد بماء منه منبجس، وفي الحشا نزلوا والوهم يخرجهم فكيف قروا على أذكى من القبس، لأنهضن إلى حشري بحبهم لا بارك الله في من خانهم فنسي.